القصة دي هتفهمك ان مش مهم تلبس ايه، مش مهم تقعد فين، المهم انت مين. مارلين مونرو عملت شوال بطاطس، فصلته بعد ما كل المجلات قالوا ان هي اللبس هو اللي بيحليها وهو اللي بيخليها مش عارف ايه. جابت شوال بطاطس وراحت مفصلاه ولبسته، كسر الدنيا طبعا وقتها، بس عشان تثبت للناس ان هي اللي هتخليه جميل. وانا عايز اقول لك لا، هو تصميمه جميل برضه، مش معناها يعني ما عرفتيش تثبتي الموضوع ده بالنسبه لي انا. التصميم ده حلو، ما هواش مجرد شوال بطاطس على فكره. المهم، تاني حاجة بقى، حفل عشاء كان مدعو ليه القائد نابليون بونابرت، ووصل متأخر فقعد مكان غير المكان بتاعه، المفروض يقعد على رأس المائدة يعني. فصاحب الدعوة اعتذر وقال له لا، ده مش مكانك، انت مكانك على المنصة الرئيسية. بونابرت رد وقال ايه؟ حيث يجلس نابليون تكون المنصة. حلوة حلوة، بس الراجل كان طبعا قذر جدا وبتاع حملات واحتلال، فكده احنا يعني ما نتكلمش عنه يعني، لكن الموقف كان حلو. اللي هو مش مهم انا قاعد فين، المكان اللي انا قاعد فيه هيبقى هو المنصه او هيبقى اهم مكان. تحس ان هو محمد رمضان في نفسه قوي.